السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس. جبت لكم اليوم وصفه كيكه شوكولا بالفواكه وبالكريم باتيسير. ما تامنوش عقلكم، هايله. سيو تجربوا هذه الوصفه وردوا لي الخبر. ما تنسوش الاشتراك في القناه ونبداو الوصفه تاعنا. بسم الله. عندي 5 بيضات، كاس مملوء سكر، كاس ناقص اسبوع حليب، نصف كاس من الزيت، و8 ملاعق طحين ابيض ما يسمى بالفارينه في المغرب العربي، ملعقتين من الكاكاو، وكيسين من خميره الحلويات، كل كيس يوزن 10 غرامات، وملعقه صغيره من الفانيليا. نفقس البيض تاعنا، نطلعه شويه، ومن بعدها نروحو نضيفو السكر تدريجيا حتى يطلع الخليط تاعنا ويضاعف حجمه ويولي لونه ابيض. بعدها نروحو نضيفو باقي المكونات، نضيفو الحليب والزيت ونحنا نخلط. يعني هاد الكيكه تاعنا يعني مش مثل الجينواز هذيك المعقده، يعني هذه يجي فيها الحليب ويجي فيها الزيت كما راكم تلاحظوا. نضيفوهم بعدها نروحوا للنواشف، وبعدها نروح نغربلو الخليط تاعنا او لا ننخلو الخليط تاعنا. لازم من هاد المرحله لانه دائما يكونوا شوائب في الطحين تاعنا، خاصه للناس اللي تشرب كميات كبيره دائما راح نلقاو شوائب. شوفوا انا على واش تحصلت، يعني هذه المرحله قلت لكم لازم منها حتى الكاكاو ونتحصلوا فيه على شوائب. روحوا نخلطوا اولا بسباتول حتى نتفاداو الطحين تاعنا ما يتناثرناش في المكان، وبعدها نكملوا بالخلاط الكهربائي. وبعدها نروح نهبطوا الحواف تاعنا بسباتول ونتاكدوا انه ما بقات لنا حتى كتله. ونروحوا نجيبوا السيرسو تاعنا، نستعملوا المربع او قلب او دائري، اي شكل يكون عندكم. هذا السيرسو لازم يكون عندنا لانه رايحين نخدموا به شحال من حاجه، يعني هذا فيه عدة استعمالات، لازم يكون عندنا في البيت. بعدها نحط له ورق الطبخ ونقسم الخليط تاعنا على 3 دفعات. انتم تحبوا تطيبوا دفعة واحدة بعدين نقطعوه كل واحد وكيفاش تجيه طريقة سهلة. انا قسمته على 3 دفعات وحطيته يطيب على النار 150 درجة لمدة 10 دقائق، وكل واحد والفرن تاعو. بعدها نروحوا للكريم باتيسير. نحتاج الى كأس من الحليب، 3 ملاعق من السكر، ملعقة مايزينا، وملعقة صغيرة من الفانيليا. نديروهم على النار يطيبوا. بعدها اولا نخلطوهم قبل ما نحطوهم على النار لانه المايزينا دير كتل مباشره. بعدها نحطوهم على النار وحنا نخلطوا مع الخلط المستمر حتى نتحصل على هاد الخليط، يعني يكون ثقيل وشويه كتلنا. بعدها نروحوا نضيفوا له الزبده، ملعقه كبيره من الزبده وهو حامي. بعدها نروحوا نضيفوا له الورق الشفاف، لازم نغطوه بالورق الشفاف حتى ما يديرناش قشره ونحطوه يبرد. لازم نحطوه في